السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم حلوة البنيون بزاف بنينة كما تعرفوها. تابعوا معايا باش نشوفوا المقادير وكيفية التحضير خطوة بخطوة. المقادير على بركة الله. عندي هنا القفرات، انا درت هذا تاع الشيكولا يا البنات، كان عندي درت كاس ونصف بهذا الكاس يا البنات، وعندي كاوكاو مطحون مع قليل من المكسرات اللي هما لوز والجوز ونوات كاجو، درت كاس ونصف يا البنات. وعندي الفايتين عندي تا هو درت نصف كاس يا البنات. وحلة الترك درت كاس، وكاطو كي الثاني كيلة ونصف من هذا الكاس يا البنات. وهذا المقادير بهذه كريمة البندق المحمصة. هنا نجيبو ريسيبيون ونحطو فيها المقادير تاعنا، ونجيبو هذا كريمة البندق تاع المرجان ولا اي نوعية اللي عندكم يا البنات. انا نكمل نفرخها ونرجع نشوفوها مع بعض. خلطوا جيدا بهذه الطريقة يا البنات. هنا يا البنات انا راني نقصت القليل هكذا من هذه المكونات باش كي نضيف في الشيكولا ونلقاها جات شويه جاريه راح نزيد نضيف لها من هذه المقادير يا البنات، باش ما تغلبكمش الشيكولا ويجي مايح وتولي الوصفه تاعكم ماشي ناجحه. هذه بعد ما طميناها بكريمه البندق كما قلت لكم راني زدت ضفت لها القليل من الزبده يا البنات، ملعقه صغيره هكذا. راح نخلط جيدا ومن بعد نكبروها ونحطوها في المجمد حتى من ربع ساعة حتى نصف ساعة حتى تبرد مليح باش نقلاصيوها بالشيكولا وتصلحنا. حصلوا على هذا القوام يا البنات، كي تكبروه معاكم راح يتكبر معاكم بكل سهولة، ماهوش راح يتشقق هكذا يا البنات كما راكم تشوفوا. انا بقات لي من الكارو كنافه تاع ذوق الليمون، درتها بهذه الطريقه وحطيتها في المجمد باش تبرد. راح نحشي بها البنيون تاعنا، نصف الكميه نحشي بها هذا ونصف الكميه نديرها عادي البنات. راح نحشي البنيون تاعي بهذه الطريقه البنات. راني ندير لكم كلش بالتفصيل باش المبتدئين تجيهم بزاف سهله. اذا عندكم الكوفرات بذوق الليمون راح تجيكم بزاف بنينه احسن من هذا الذوق تاع الشوكولا يا البنات. كي تحبوا ديروا هذه الطريقه ديروا الكوفرات بذوق الليمون يا البنات. الليمون تاعي بعد ما حشيته بكارو كنافه بذوق الليمون كما راكم تشوفوا، راح ندير اخرين عادي هكذا يا البنات. راح نكورهم بطريقه عاديه هكذا. انا نكمل نكور الحلوه تاعي ونرجع نشوفوها البنات بعد ما كملت البنيون تاعي كما راكم تشوفوا. هذا بذوق الليمون وهذا كورته عادي يا البنات. راح نحطها في الثلاجه في المجمد من ربع ساعه الى نصف ساعه حتى تحكم روحها يا البنات، باش كي تقلاصيوها بالشيكولا راح ما تذوبش معاكم الحلوه تاعكم. بهذه الطريقه راح تصيح معاكم هكذا بعد في الشيكولا يا البنات وتولي الوصفه ماشي ناجحه. انا يا البنات راني غيرت رايي، مانيش راح نجمعها هذه كريمه البندق، راح نطمها بشويه عسل تاع المرجان، راح نغير شويه في البنيون هكذا يا البنات. راح نجمعها بالعسل ونرجع نشوفوها. بعد ما طميتها بالعسل يا البنات راني ضفت لها ملعقه صغيره من الزبده. انا استعملت هذيك الزبده مارغرين تاع فلوريال. نكبروها يا البنات عادي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا هكذا. راح نكمل نكبر البنيون تاعي ونرجع نشوفوه. البنات نجيبوا الشيكولا تاعنا المروه يا البنات، هذه راح ندير نصف ونذوبها على حمام مائي ونرجع نشوفوها مع بعض. بعد ما خرجت البنيون تاعي من الثلاجه اللي درت له العسل راح نزيدو نعدلوه شويه هكذا يا البنات بهذه الطريقه. راهو كل شيء موضح بالفيديو. وهنايا الشيكولا تاعي راني ذوبتها غير على حمام مائي كما راكم تشوفوا فيها. نديرو هكذا يا البنات بهذه الطريقه. انايا الشيكولا تاعي راني ما
نحطوا لها لا كاوكاو ولا حتى حاجه، راح نديرو هكا عادي. ويا البنات بعد ما نحطو نديرو الحبه تاعنا الشيكولا نحطوها على ورق الطهي بهذه الطريقه يا البنات، بهذا الشكل كما راكم تشوفوا يا البنات. ديما سخروا شويه الحبه تاعكم باش ما يبقاش الشيكولا تاعها لاصقه بزاف. راح نكمل الكميه اللي بقات لي ونرجع نشوفوها مع بعض. حضرنا بنيون بزاف بنين كيما راكم تشوفوا، ودرت له تزيين خفيف اللي هو نواه كوكو كيما راكم تشوفوا يا البنات. راح نقسم معكم حبه باش تشوفوا. اذا حبيتوا الشيكولا تاعكم تذوب وتكون ناجحه لازم ديروها على حمام مائي بصح كي يسخن الماء تاعكم مليح تطفيو عليها وتحطوا طاوه الفوق ولا صحنه وتحطوا الشيكولا تاعكم باش ما تفسدش يا البنات، وذوبوها وخليوها على هذاك البخار تاع الماء باش تذوب لكم على راحتها. معكم حبه هكذا يا البنات، جا بزاف طري وبنين يا البنات. حتى اللي درت له هذاك كارو كنافه بذوق الليمون وقراصتها بالشيكولا جات بزاف بنينه. اذا حضرنا حلوه البنيون لازم عليكم تجربوها وتقولوا لي في التعليقات. اذا عجبتكم ما تنساوش لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. مع السلامه.